السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حلقة جديدة من سلسلة شيوات سميرة. الشيوات ديال اليوم غادي نوريكم الطريقة ديال الطبخ ديال الدجاج ديال بواحد الطريقة كيجي لذيذ ورائع على الطياب المحمر. بالنسبة للطريقة ديال هذا الدجاج، عندي دجاجة اللي قطعتها طريفات صغار هكا، دجاجة كاملة. عندي 3 ديال البصلات متوسطي الحجم يكونوا مفرومين، 3 ديال الضريسات ديال الثوم اللي غادي نديرهم تاهما محكوكين. عندي نص كاس صغير ديال زيت نباتيه وزيت الزيتون يكون مخلط. عندي الملح حسب الذوق، وعندي زعفران ملون. بالنسبه للتوابل، عندي 4 معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود الابزار، نص معلقه صغيره ديال الزنجبيل سكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر تحميره. اول حاجه كنقوم بها كناخذ الطنجره ديال الضغط، كناخذ دوك الطريفات ديال الدجاج كنحطهم هكا، كندير معاها القنصه مقطعه طريفات صغار، والكبيده ديال الدجاج حتى هي كتطلق اللذه. كناخذ داك البصل المفروم تنديرو فوق الدجاج، كناخذ هاد الفصوص ديال الثوم كنحكهم، كندير التوابل الفلفل الاحمر والزنجبيل والفلفل الاسود الابزار، كندير شويه ديال الزعفران ملون، وكندير زيت الزيتون وزيت نباتيه. كنخلط هاد العناصر مزيان. ما كنديرش الملح لان انا ديجا مرقده الدجاج في الملحه والحامض وشرب ليا الدجاج الملحه بزاف. حتى نشوف حتى الاخير على حسب نتوما الملح باش رقدتو الدجاج. ممكن ديروا واحد شي شويه حتى يطيب وتشوفوا، ما تكثروش. انا الدجاج شرب ليا الملحه ما كنديرش. من بعد ما درت الطنجره ديال الضغط فوق النار، رديتها فوق البوطه، تنزيد واحد الكاس صغير ديال الماء، ما كنزيدش الماء بزاف، كنحرك. انا ما كنقليش العطريه ولا كنشحرها، لان فاش كتشحروها مع الزيت راه غير كتحرق ديك العطريه. الطياب الاصيل المغربي هو هذا، كديروا كلشي مره واحده وكتسدوا عليها. دابا غادي نسد على هذا الدجاج على نار مهيله مده واحد نصف ساعه تقريبا، على ما كيصفر. كنحسب واحد 20 دقيقه وكيطيب على المهل ديالو. هذا هو التقديم النهائي ديال الدجاج على الطياب المحمر، راه كيجي لذيذ بزاف ونتمنى تجربوه. ولا عجبتكم لا فيديو ديروا جيم وشاركوا معايا في القناه ديالي شيوات سميره باش ديما يوصلكم الجديد، وبارطاجيو لا فيديو، ديروا التعليقات والاراء ديالكم، وبالصحه والراحه.